قهوتك، تعالى رسيك. حبايب قلبي، ازاي يعرف الشخص ده غيران مني؟ بص يا سيدي بقى وما تراجعش ورايا. واحد، بينتقدوك في كل حاجة وبتلاقيهم بيقلدوك، يعني سبحانه. تاني حاجة، بيقطعوك في الحديث لو انت بتتكلم مع حد، يعني سواء بتحكي حاجة حلوة او حاجة وحشة وما بيقطعوك. تلاقيه يقول لك ايه، لا يا عم استنى 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 انا عندي مش عارفة، لا لا يا عم ده انا عملت. هو مش مديك فرصة تظهر في القعدة. حاجة، وقت الزعل بيظهروا، مش جدعانة منهم، لا، بيبقى عندهم فضول يعرفوا الاخبار ويعرفوا وصلت ايه. هما مش هيوجدوا لك حل، يعني مش هيحلوا لك حاجة، بس هما لازم يعرفوا. 4، لو انت ما قلت لهمش هيفضلوا يلفوا ويدوروا حوالين اي حد يعرفك، المهم يعرفوا ايه اللي حصل، يتصلوا بده يزوروا ده. الناس دي بتبقى قد ايه هي مؤذية، لان هما بيبقوا قاعدين في حياتك، فرح بقى بيختفوا خالص، مش بتلاقيهم بيفرحوا معاك ولا اي حاجة. 6 حاجة، اللي بتحكي لهم حاجة ما ينفعش حد يعرفها ويجوا في وسط الزحمة كده يعملوا نفسهم بيهزروا ويرموك بالكلمة. لا، ده مش بيبقى هزار، ده بيبقى هو قاصد يعرف اللي حواليك الحاجة دي. حاجة اللي بيكرهوك بقى في اي حاجة حواليك او اي حد بتحبه، يعني تيجي تقول له مثلا انا بحب محمد قوي، محمد جدع، لا يا عم جدع ده تلاقي عشان كذا كذا. ما بيبقوش عايزين يشوفوا حواليك حد بتحبه او حاجة بتحبها بتعملها، يعني يكرهوك في الحاجة او يكرهوك في الاشخاص ويكرهوك في عيشتك. فدي صفات الناس اللي غيرانة مننا. لو حواليك الناس دي يا ريت يا ريت يا ريت تخلع منها. بس